حاجه مهمه جدا لاي حد بيدور على شغل، وهي ازاي يختار الشركه اللي هيشتغل فيها اللي فعلا تحقق طموحه. كتير مننا لما يشوف وظيفه يقول هو ده المكان اللي انا فعلا عايز اشتغل فيه، لكن قبل ما تقرر في شويه حاجات لازم تفكر فيها. اول حاجه قيم الشركه. شوف قيم الشركه والمبادئ اللي هي بتتبعها، هل هي بتشجع على التطور، الابتكار، العمل الجماعي، ولا هي اصلا ما بتؤمنش بالكلام ده كله خالص؟ ولو القيم دي بتتوافق مع المبادئ اللي انت بتؤمن بيها يبقى هو ده المكان المناسب ليك. تاني حاجه فرص التطور، هل الشركه دي بتوفر تدريبات وفرص للتطور والتعلم ولا ما بتوفرش؟ لو انت شخص عايز ينمو في مجاله فانت محتاج مكان يدعمك ويبني طموحك ده ويساعدك انك تتعلم وتشتغل وتتطور في نفس الوقت. تالت حاجه ثقافه العمل او بيئه العمل، دي من اهم الحاجات اللي لازم تشوفها قبل ما تدخل الشركه. هل الناس هناك متعاونه؟ هل في توازن ما بين الحياة الشخصية والشغل؟ لأن فعلا دي أكتر حاجة هتأثر على راحتك وسعادتك في الشغل. رابع حاجة الاستقرار المالي، لازم تتأكد إن الشركة دي مستقرية ماليا وعندها خطط مستقبلية، مش بس عشان تبقى مطمئن ولكن عشان تتأكد إنك في المكان اللي بيدعم طموحك على المدى البعيد. آخر حاجة اسأل نفسك، أنت إيه اللي بتدور عليه في شغلك؟ إيه اللي بيحركك ويخليك كل يوم بتقوم علشان تشتغل؟ لما تعرف الإجابة دي هتقدر تختار الشركة اللي فعلا تساعدك إنها تحقق طموحك.